بسم الله، أول حاجة كده عشان نعمل التارت محتاجة نُص كوباية من السكر، بيضة، شوية من الفانيليا، رشة من الملح، نُص كوباية من السمنة أو الزبدة، تمام كده؟ في الوصفة دي مش هينفع الزيت عشان ما ينشفهاش، إحنا عايزينها تبقى ناعمة كده وفي نفس الوقت مقرمشة يعني، لكن ما تبقاش جامدة. هاضربها كويس جدًا بالشكل ده زي ما أنتم شايفين لحد ما القوام يبقى معايا بالشكل ده، باضيف كوبايتين دقيق بالتدريج. ضِفت أول كوباية وبدأت أقلِّب كده، إحنا مش هنعجن ولا أي حاجة، ده إحنا أنواع البسكوتات كلها بنلمّها كده بالمعلقة زي ما أنتم متابعين معايا، تمام كده؟ وفي الوصفة دي مش هاحتاج baking powder لإن أنا مش عاوزاها تنفُخ معايا في الفرن تمام، بس كده ضِفت الكوباية التانية وبرضه بالِم بالشكل ده زي ما أنتم شايفين، اوعي تعجني البسكوت هيدّيكِ عرق ويبقى وِحِش جدًا، بُصّوا العجينة عاملة إزاي ما فيهاش عرق خالص. جِبت بقى صينية التارت مقاس 26 أو ينفع أي صينية عادية مش شرط خالص صينية التارت، تفردي طبقة زي ما أنتم شايفين كده بالشكل ده ونسكّن الجوانب لحد ما تتفرد معايا، باجيب شوكة بقى زيادة تأكيد لإن أنا مش عايزاها تنفُخ في الفرن، هي طبعًا هتنفُخ سيكة عشان فيها بيض بس مش هتنفُخ أوي. تمام، وما انساش بقى الجناب بعد ما شوّكتها كلّها أشوّك الجناب برضه، وكمان هنعمل حركة كده هنجيب ورقة زبدة نحطها كده على التارت بتاعنا، ونحط عليه أي حاجة كده من فوق تكون تقيلة، لو الحاجة اللي أنتِ حطيتيها من فوق مش تقيلة حطي عليها كمان مَيّة، تمام، هادخّلها بقى الفرن على درجة حرارة 180 في الرف الوسطاني، لحد بقى ما تستوي معايا هنحضّر طبقة الكريمة عبارة عن إيه، نُص كوباية من الكريم شانتيه الخام، 3 معالق كبار من السكر، نُص كوباية من المَيّة الساقعة تكون بالتلج كده، أو نُص كوباية حليب براحتك خالص، وهاضربهم بقى كويس جدًا بالشكل ده لحد ما القوام معايا يتقل ويبقى متماسك، أنا قاصدة إن القوام يبقى متماسك عشان هازوّد بيوريه المانجا، والناس اللي بتسألني يعني إيه بيوريه المانجا، يعني إحنا بناخد المانجا نقشّرها كده ونقطّعها ونفرمها بالسكينة، مش بنحطها في كَبّة ولا بنعملها عصير، تمام كده؟ خلاص خلطتهم مع بعض بالشكل ده، هي كانت منجاية كبيرة أو 2 براحتك يعني زي ما أنتِ حابة. التارت طبعًا طلع معايا من الفرن وبِرِد تمامًا، هو بارد تمامًا، خرّجته كده بكل سهولة من الصينية وبدأت أحط الكريمة وسويتها بالشكل ده بمعلقة زي ما أنتم شايفين، وبس كده هادخّلها التلاجة تتماسك ونحضّر الطبقة الأخيرة مع بعض. معايا هنا كوباية من المَيّة هاضيف عليها باكيت من أي نوع جيلي أنتِ تفضّليه، أنا دايمًا باجيب جيلي المانجا وبيطلع في الآخر مشمش ب باتلخبط وأنا باشتريه في السوبر ماركت، باجيبه على أساس إن هو مانجا ويطلع مشمش، فما يضرش يعني. بعد كده ضِفت له معلقة كبيرة كده من النشا ودوّبته على البارد وخدته على النار رفعته لحد ما قلّبته وإيدي طبعًا ما سابتش التقليب لحد ما تقل معايا، مش باحطه أبدًا على الكريمة غير لمّا يبرد تمامًا، هو بارد تمامًا مش دافي حتى، لو حطيتيه وهو دافي أو سخن هتلاقيه ساح مع الكريمة. غطيت الطبقة بالشكل ده وبدأت أجيب كريسبي كده أبيض عشان أكسر اللون، أي تزيين أنتِ حاباه وينفع طبعًا تسيبيها كده براحتك خالص، دخلتها التلاجة ساعة بس، بقت معايا بالجمال ده، بُصّوا عاملة إزاي؟ التارت كده ناعم ومقرمش في نفس الوقت، والكريمة طعمها تحفة بالمانجا، وطبقة الجيلي خطيرة، وبجد هي دي الحاجات اللي ترطّب علينا في الجو الحر ده، اعملوا لايك وشير لو الفيديو عجبكم، وبألف هنا وشفا وبس كده.